السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في برنامجكم بكل صراحة. طبعا شفنا ردود الفعل بعد الماتش، وأنا تابعت كل ردود الأفعال، وعاوز أقول لكل الأهلاوية احنا مش هنقدر نقول اللي فرحان فينا ما تفرحش، إن طبعا دي بتبقى لحظات نادرة بيستنوها من الظهر للظهر. فاحنا مش هنقدر نقول اللي فرحان ما تفرحش، لكن نقدر نقول لفرقتنا مفروض تردوا على اللي بيتعمل ده. طبعا شفنا امبارح عمرو اديب وفرحان ازاي، وميدو منزل بيرقص على اغنية نادي الزمالك، وخالد الغندور وكريم حسن شحاتة دخل يزيد في الزيطة، وبيقول لك المدرب خلاص خدوا قرار وهيمشوه. عاوز اقول للكابتن سيد عبد الحفيظ خد الكلام دوت ووريه اللعيبه. يا كابتن سيد ده احسن تحفيز للعيبه، تقول لهم شفتوا بيقولوا عليكم ايه. عاوز اقول لجمهور النادي الاهلي حذركم من الشائعات، وطبعا الحرب الشرسه مدفوعه الاجر واللي احنا عارفينها. عاوز افكركم ان عمرو اديب شغال عند تركي آل الشيخ، عاوز افكركم ان ميدو شغال عند تركي آل الشيخ، عاوز افكركم ان خالد الغندور شغال عند تركي آل الشيخ، عاوز افكركم ان عبد المعاطي زكي شغال عند تركي آل الشيخ، عاوز افكركم ان الحرب ما صدقوا النادي الاهلي وقع وسنوا السكاكين على الكابتن محمود الخطيب. انا مش طالع دافع على الكابتن محمود، كابتن محمود كل الناس عارفاه، اسمه يدافع عنه، لكن خدوا بالكم من الحرب القذرة، حرب بالوكالة. اوعى تفتكروا ان ترك ناس اللي كابتن محمود الخطيب اللي عملوا فيه. فطبعا احسن وقت اهجم على الكابتن محمود، ولازم يستقيل، والكابتن محمود فاشل، والخطيب ما ينفعش، والخطيب مش عارف ايه، ابو المعاطي زكي يقول، الغندوري يكتب، كريم حسن شحاتة يتكلم، عمرو اديب يقول، ميدو مش عارف يتكلم، كله لازم الخطيب يمشي. ما حرب ممنهجة مدفوعة الأجر. عاوز أقول لك جمهور الأهلي هو ده الوقت اللي نتمسك فيه، إحنا ورا نادينا على الحلوة والمرة معاك يا أهلي. لازم الكابتن سيد عبد الحفيظ ياخد كل الفيديوهات اللي الناس شمتت فينا واتكلبت على النادي وبتحارب الكابتن محمود الخطيب عشان نتائج فريق الكورة. عاوز أقول للكابتن سيد خد الكلام ده كله وحطه قدام اللعيبه. احنا كجمهور واحنا قاعدين بنسمع الناس دي دمنا بيغلي. انا كان ممكن اجيب لهم شويه حاجات وناديهم اللي بيشجعوه شوف بيقول فيهم ايه. يا عمرو يا اديب انا ممكن اجيب لك الفيديو ورئيس ناديك اللي انت بتشجعه بيسبك بالاب وبالام. يا ميدو انا ممكن اجيب لك اللي قاله رئيس ناديك وهو بيسبك بالاب وبالام. يا غندور انا ممكن اجيب لك رئيس ناديك وبيقول لك يا قزم. يا كريم يا شحاتة انا اجيب لك رئيس ناديك وبيقول لك يا قزم. يا ابو المعاطي زكي واجيب لك رئيس النادي الخرارة وهو بيسبك بابوك وامك. مش الكابتن محمود الخطيب اللي هجمتوا عليه، انتوا مش بتهجموا، انتوا بس لحظة مستنين اللحظة والحملة المدفوعة الأجر تبدأ تشتغل. كل يا جمهور النادي الأهلي دي مؤامرة كبيرة على النادي، أي نعم فضيحة كبيرة، وأنا عاوز كل اللي بيشوفني هيقول لي أنت بتدافع عن النادي الأهلي. لا، أنا ورا النادي الأهلي وأدافع عنه في الحق، بس لو على باطل ضده عشان أبين الباطل، ضد الباطل، لكن مش ضد النادي الأهلي أبدا. عاوز أقول لجمهور النادي الأهلي إحنا ورا النادي إن شاء الله. أنا زي ما أنا قلت امبارح إحنا عارفين المهمة صفر، مفيش 1% حتى، مفيش بس غير روح الفانلة الحمراء ورجالة بتقاتل على سمعة ناديها وعشان تفرح جمهورها اللي بالملايين. لعيبة النادي الأهلي لازم ياخدوا كل اللي بيتقال ده
اتحط قدامهم وقبليه جمهور النادي الاهلي. دافعوا عن نفسيكم يا لعيبه النادي الاهلي، دافعوا عن جمهوركم، دافعوا عن ناديكم. قدامكم فرصه مش نوصل بس نقول اللي حصل كان كبوه، اللي حصل عدم توفيق للكل وكل اللي بيهد في الفرقه. احنا بالنسبه لنا بطوله افريقيا 99.9 انتهت، وهم عاوزينك يقول لك مشي لاسارتي ولاعيبه ما تنفعش عشان كمان الدوري يروح. فوقوا فوق يا جمهور النادي الاهلي اللي لسه مخدوع في الناس. الكل اللي بيتكلم ده دي حمله مدفوعه الاجر، كله حرب. استنوا اول وقعه عشان الكابتن محمود الخطيب لازم يمشي. تركي قال لازم يمشي، يعني لازم يمشي. ده الوقت اللي النادي الاهلي محتاج جمهور يقف جنبه، يقف قدامه ووراه وجنبه، يحميه، يحمي النادي، يحمي رموزه. نفسي حد يوصل للكابتن سيد عبد الحفيظ، خد كل اللي بيتقال ده وحطه للعيبه قدامهم، سمعهم في الاسبوع ده كله، سمعهم اتقال عليهم ايه. اتقال عليهم شويه عيال، اتقال عليهم ما يستاهلوش يلبسوا الفالنه، اتقال عليهم خونه، اتقال عليهم كذا حاجه. نفسي الكابتن سيد اي حد يوصل له، خد الكلام يا كابتن سيد، وهو ده اللي يبقى الحافز بتاع اللعيبه. اهم حاجه قبل الماتش الاعداد النفسي للماتش. حفزهم، حط لهم الكلام ده قدامهم، حط لهم صوره جمهورهم، قول لهم جمهوركم انكسر، قول لهم جمهوركم انكسر للحظات، عمركم ما كسرتوا جمهوركم ولا خذلتوه، وجمهوركم مش هيخذلكم، وجمهوركم في ظهركم. جمهور النادي الاهلي في ظهر النادي الاهلي. خدوا بالكم يا جمهور النادي الاهلي على الخطه المحبوكه، الخطه المدبره من زمان، الخطه المدفوعه الاجر. اول وقعه الهجوم احنا عارفين هنهجم على مين؟ على الكابتن محمود الخطيب. لازم يقع، لازم يمشي عشان سيدهم قال لهم كده، لازم يمشي عشان سيدهم وتاج راسهم اللي دافع لهم قال لهم كده، لازم يمشي ما يقعدش. انا واحد من جمهور النادي الاهلي، انا ورا النادي الاهلي في اي حاجه، اتمنى اخدم النادي الاهلي في اي موقع. انا بخدمه من غير اي حاجه ومش عاوز منه حاجه، باللي اقدر اعمله، بالكلام اللي انا بقوله والفيديوهات اللي انا بطلعها، بدافع عن النادي الاهلي، مش محتاج منه حاجه ومش مستني منه حاجه. وجمهور النادي الاهلي كله كده، جمهور عظيم، كلنا وراك يا اهلي، كلنا معاك يا اهلي. هتعدي الكبوه دي وهتقوم اشد واقوى من الاول. وكل الحاقدين واللي قابضين واللي دافعين الى مزبله التاريخ، واللي هينتصر في الاخر النادي الاهلي. يا كابتن سيد معلش انا بكررها تاني، خد الكلام اللي اتقال ده كله وشتمت اللعيبه وحطه للعيبه وسمعوا لهم طول الاسبوع، قول لهم عاوزكم على قد الحدث، عاوزكم ترفعوا راس الجمهور تاني. وبقول لجمهور النادي الاهلي مش وقت، هم عاوزين يهدوا المعبد. خدوا بالكم من الخطه، عاوزين يهدوا المعبد عشان لا يبقى في بطوله افريقيا اللي راحت، ولا في دوري، ولا في كاس، ولازم الخطيب يمشي زي ما قال سيدهم. لكن جمهور الاهلي بيقول لا، جمهور النادي الاهلي ورا النادي الاهلي. مش هقدر اقول حاجه اكتر من كده، ان ربنا ينصر النادي الاهلي. بس انا طلعت اقول لكم خدوا بالكم، دي خطه مدفوعه الاجر من زمان، من بدايه الموسم، وبيستنوا كل لحظه عشان يبداوا يشغلوها تاني. وربنا ينصر النادي الاهلي ورجاله النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي، ويفرح جمهور النادي الاهلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.